ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بقالنا فتره طويله ما عملناش فيديوهات جديده، معلش بقى ظروف الامتحانات والاجازه. رجعنا تاني علشان نقدم فيديوهات، يا رب كلكم تستفيدوا منها. النهارده جالي استفسار على الماسنجر، وبنوته بتتعامل معايا سالتني انا خلاص ما بقتش لاقيه حل لمشكله التساقط، وخدت فيتامينز كتير وفي حاجات انا بخاف ان انا اخدها عشان ما تزودش نسبه نمو الشعر في الجسم، وانا خلاص تعبت وعايزه ارجع للطرق البدائيه بتاعه او الطبيعيه بتاعه امهاتنا وجداتنا. عايزه استخدم زيوت طبيعيه، اعمل حمامات زيوت للشعر عشان منع التساقط وتكثيف الشعر، وعايزه استخدم معاهم الحنه. فايه رايك في حنه نيوبار الهنديه واي حنه هنديه عموما، بردهان، الانواع اللي هي نازله جديد؟ طبعا الحنه ممتازه لعلاج تساقط الشعر وتكثيف الشعر وكل حاجه الكلام ده، بس الحنه الهنديه الفرق بينها وبين الحنه العاديه بتاعتنا او الحنه البلدي او الحنه اللي احنا بنجيبها من عند العطار ان هي بيكون عليها شويه اضافات. الاضافات دي بتساعد على منع تساقط الشعر وتكثيفه. شويه اعشاب هنديه يعني هي موجوده بس في الهند، زي اعشاب الشيكاكي، زي اعشاب البردهان، تقريبا مجموعه من الاعشاب الهنديه انا مش هتذكر اسمها لان فعلا اساميهم صعبه، بس هي اشهر عشبه فيهم هي عشبه الشيكاكي اللي هي بتعتبر منظف قوي لفروه الراس، فبتخلي الحنه سهل يعني ايه ان هي تاثر في فروه الراس وفي الشعر. الحنه عموما من اقدم الطرق اللي كانت بتستخدم زمان لتلوين الشعر والجسم والضوافر كمان. ايه هي الحنه؟ الحنه عباره عن نبات اعشاب في شجره اسمها شجره الحنه، كان اصلا بيستخدم لعلاج الالتهابات الهرش اللي بيبقى في الجلد. يعني كانوا زمان اول ما اكتشفوا ان هو مطهر للجلد، كان بيتخلط بميه ويتعمل بيه عجينه عن طريق ورق الشجر ده ويتحط على اماكن الالتهابات. فبداوا يلاحظوا ان لما الورق ده بيتخلط بالميه وبيتضاف على الجلد بيديله لون او يديله كده زي صبغه. كانش طبعا زمان في صبغه يعني، بس هو بيديله زي صبغه كده اللي هي على دلوقتي على ايامنا اسمها صبغه. فبداوا ان هم يستخدموها علشان يغيروا لون الشعر ويغيروا لون الجلد او الضوافر. الحنه ليها فوائد طبيه كتيره جدا جدا غير الشعر وغير الجلد. انا اكتشفت ان في ناس بتاخدها تدوب كده في الميه وبتشربها عشان امراض معينه ملناش دعوه بيها. احنا هنا هنتكلم عن فوائد الحنه للشعر. هنرجع شويه بالزمن كده ونرجع تاني للحنه اللي كنا بنعمل بيها زمان شعرنا وامهاتنا وجداتنا كانوا متعودين عليهم وكانوا دايما بيستخدموهم. ميزه الحنه ان هي طبعا نبات طبيعي عمره ما هيضر فروه الراس، وهنتكلم عن فوائده كلها. قبل ما اتكلم عن الفوائد هتكلم عن العيوب اللي اول حاجه الناس بتتكلم فيها وتقولي لا اصل انا ما بحبش استخدم الحنه عشان اولا الوانها محدوده، وده طبعا لانها نبات طبيعي واحنا بنحط عليها اضافات علشان نغير من لونها، وتاني حاجه لان انتي تغيري النتيجه بتاعه اللون على الشعر بتبقى صعبه. يعني سي مثلا انتي لو حنيتي شعرك وشعرك بقى لونه احمر فتيجي مش عاجبك درجه اللون عايزه تغيريها بيبقى صعب سحب اللون. بس معلش يعني في النتيجة انا شايفة ان هي حاجة طبيعية، وان اكيد برضو انت لما بتغيري لون شعرك حتى لو اللون مش عاجبك انت بتحسي بتغيير وبتفيدي شعرك. الحنة فوائدها كتيرة جدا جدا للشعر والفروة الراس. يعني الفروة الراس مبدئيا هي مطهر قوي جدا جدا جدا، بيشيل الهرش الزيادة نتيجة مثلا زيوت دهون عرق، وبيشيل القشرة لانه مطهر لفروة الراس، بيقضي على الفطريات والميكروبات اللي موجودة في الشعر، وكمان بيهدي فروة الراس لو انتي من النوع اللي فروة راسك بتبقى ملتهبة نتيجة التعرض للشمس او لبس الحجاب كتير. فهي زي ما بيقولوا كده ايه بتبرد الراس. تمام؟ طيب ده بالنسبة لفروة الراس. بالنسبة للشعر عموما هنقول بقى كتير جدا. اولا استخدامها بانتظام بيكثف الشعر وبيطلع الشعر الصغير البيبي هير وبيساعد ان هو يطول بسرعة. تاني حاجة بيعالج الجفاف بتاع الشعر عن طريق ان احنا نضيف ليه زيوت طبيعية من عندنا، زيت جوز هند، زيت زيتون او بياض البيض. تالت حاجة بيزود لمعان الشعر وبيقضي على البهتان بتاع لون الشعر وبينظف الشعر من بواقي الشامبو والبلسم وحمامات الكريم. رابع حاجة بيعالج التقصيف وبيخلي الشعر بيلمع وجميل. طب احنا بنجهز الحنة ازاي؟
الحنة انواع، طبعا في حنة سعودي، حنة يمني، حنة بلدي عندنا في مصر. اللي متوفر عندك هاتيه. ليكي حد في السعودية هيجيب لك، في اليمن هيجيب لك، روحي عند العطار وقولي له انا عايزة نوع حنة نظيف. هتجيبي الحنة بتاعتك وهتاخدي على حسب استخدام شعرك، كل واحدة حسب طول شعرها. يعني مثلا لو قلنا شعر مثلا متوسط لغاية هنا، اعتقد هتستخدمي من 7 ل 10 معالق حنة. هتحطي الحنه في الطبق، والطبق يستحسن هو ما يكونش بلاستيك علشان اللون طبعا هيطبع على البلاستيك. انتي هتجيبي حاجه كده زي الصيني او بايركس مثلا، هتحطي الحنه فيها وهتدفي ميه، وهتبداي ان انتي تحطي الميه على الحنه وتقلبيها كويس قوي وتعجنيها، وتغطي الحنه تسيبيها تخمر. يعني تسيبيها ان هي ايه، زي ما بيقولوا كده تاخد وتدي مع بعضها عشان تطلع الفوائد وتبقى عجينه. حاولي تخلي العجينه دي ما تبقاش ناشفه قوي عشان يبقى سهل توزيعها، وما تبقاش سايله قوي عشان ما تنزلش من الشعر وتبدا توسخ رقبتك وتوسخ هدومك. بعد ما الحنه بتبقى جاهزه، لازم تجيبي زيت، ويستحسن لو فازلين بتبداي تحطي الفازلين على منابت الشعر من هنا، علشان لو حصل ان في حنه جت على منابت الشعر دي، فهي هتيجي على الفازلين فهيبقى سهل ان انت تتخلصي منها، فما يبقاش وشك فيه الوان من الحنه. بتبداي ان انت توزعي الحنه على شعرك وعلى فروه الراس كويس قوي 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 قوي. وبعد ما تخلصي قسمي شعرك خصل عشان تسهلي الموضوع، ابدأي كده خصلة خصلة ولفيها. وبعد كده جربي بقى، حطي بقى ايه كمية كده على فروة الراس ودعكيها كده كويس، ولفي شعرك واعمليه اللي هي التوك اللي هي بيسموها المنقار علشان يبقى الموضوع سهل عليكي. بعد كده هتلفي الشعر بالكيس اللي هو الاسترتش ده، او البونيه بتاع الشعر البلاستيك اللي هو بيبقى زي اللي موجود في الفنادق عادي. على فكرة ده موجود في محلات المنظفات عادي جدا ورخيص، ممكن تجيبي منه وتخلي عندك كمية منه وتحطيه على راسك. وطبعا لو هتقدري تعملي برو كاب تستخدميه هيبقى حلو جدا، هيظبط معاكي العملية. هتسيبي الحنة من 2 4 6، حاولي ما تزوديش عن كده عشان شعرك ما ينشفش. بعد كده بتغسلي شعرك. طريقتي انا في غسيل الشعر ان انا طبعا بقلب الاول شعري لقدام على الحوض علشان احاول انزل الحنه بالراحه واحده واحده كده عن طريق الفرك كده بايدي. وبعد كده بغسل الشعر بميه كويس جدا جدا، وكميه الميه تبقى غزيره، واستنى شويه اعصره شويه كده بايدي واغسل تاني. وبعد كده بغسل ببلسم مش بغسل بشامبو. لو غسلتي بشامبو بتلاقي اللون كله وقع. انتي بتغسلي ببلسم وبتنشفي، وطبعا غصب عنك هتغسلي تاني يوم وهتغسلي تالت يوم. ممكن بقى ان انتي تاني يوم او تالت يوم تستخدمي الشامبو. الطريقة دي بتخلي اللون يثبت قوي. طبعا ده الناس اللي هي اصلا هتستخدم الحنة عشان تعالج وعشان تغير اللون. لو انتي مش فارق معاكي موضوع اللون ده ولا ان انتي تغيري، فانتي ممكن بمنتهى السهوله من اول مره تغسلي بالشامبو عشان تخلصي نفسك من الالوان اللي هي ملهاش لازمه وما تضايقكيش. واهم حاجه بعد ما تخلصي وتنشفي ان انتي هتحطي بقى زيت كتير على شعرك، او الحمام الكريم اللي انتي بتحطيه المرطب بتاعك، علشان الشعر بيبقى ناشف نتيجه تعرضه للحنه، لانها فعلا بتنشف الشعر شويه. واصلا هي بتستخدم كمان لعلاج فروه الراس الدهنيه. طيب ايه الملحوظات اللي انا ممكن اعملها؟ انا قلت لكم الحنه بشكل عام انها بتتنقع بميه، بس احنا بقى عايزين نعزز الفايده بتاعتها، فاما بنحط عليها زيوت يا اما بنحط عليها بيضه زي ما قلت لكم، او بيضه كامله عشان تلميع الشعر. بس انا بالنسبه لي بصراحه ما بحبش موضوع البيض ده، انا بخاف من الريحه يعني بتاعته. بس عموما لو حصل ان انت حطيتيه وغسلتي راسك والريحه لسه مش ظابطه، هتجيبي خل تفاح او خل ابيض اللي موجود في المطبخ، وهتحطي على لتر الميه معلقه خل كبيره او معلقتين، وهتدوبيهم وتبداي تشطفي شعرك بالميه اللي في الخل دي. بتشيل من ناحيه الريحه بتاعه البيض والزفاره بتاعه البيض، وفي نفس الوقت بتطهر فروه الراس بزياده وبتخلصك من القشره. واهم حاجه وفايده للخل للشعر ان هو بيلمع الشعرايه، بتحسي فعلا ان الشعر صحي بعدها. خلاص احنا عملنا الحنه وشفنا ازاي طريقه استخدامها وهنعملها ازاي، وغسلنا شعرنا.
بعدها المفروض ان احنا عشان نستفيد من فوائد الحنه اللي احنا قلناها، اللي هي تكثيف الشعر، تلميع الشعر، تطويل الشعر، القضاء على القشره، ان انت تقضي على التقصيف، تحسي بلمعان، تحسي ان الشعريه مفروده، المفروض تعملي الطريقه دي مره في الاسبوع لمده 3 شهور على الاقل. ما تزهقيش وما تمليش، الصيف معانا خلاص بدأ اهو والدنيا تمام ونقدر نغسل شعرنا عادي جدا يوم ويوم مفيش مشكله. فانت بالنسبه لك مره في الاسبوع حنه هتبقى الدنيا تمام، ومش لازم تقعدي 4 و6 ساعات، انت ممكن تقعدي ساعتين بس. دي الحنه ودي فوائدها. طيب عايزين نتكلم بقى ازاي نحضرها لو احنا عايزين نعمل الوان معينه. انا عامله لكم سكريبت كده، عايزاكم تجيبوا ورقه وقلم معايا علشان انا صعب جدا اكتب كل حاجه في الديسكريبشن، وانا نفسي هقرا لكم الكلام اللي انا كاتباه علشان انا مش هعرف احفظه، بس انتوا حضروا معايا ورقه وقلم علشان نبدا نقول الوصفات بتاعتنا بتاعه الحنه. ولو انتوا خلاص عايزين نكتبها في الديسكريبشن بوكس قولوا لي برده هكتبها، ولو حد فيكم عنده معلومه اضافيه او طريقه تانية غير اللي هقولهم يا ريت يكتبها لنا. تمام؟ ورقه وقلم بقى ويلا معايا. اول طريقه بالنسبه لي انا واللي كانت بتريحني شخصيا في ان انا اقلل التساقط بتاع الشعر، ان انا كنت بعمل ايه؟ حاجه من الاتنين، يا اما انت بتخلطي الحنه بتاعتك بزيت الخردل، يعني انت وانت بتعجني الحنه بتاعتك بتروحي حاطه عليها زيت خردل وبتبداي ان انت تستخدميها كحنه مخلوط ليها زيت الخردل. دي طريقة. الطريقة التانية الأكتر فاعلية وبتمشي معاكي صيف وشتاء، لأن في الشتاء هيبقى صعب تعملي الحنة، هي إن انت تجيبي أوراق الحنة اللي مش مطحونة. تمام؟ وهتجيبي زيت الخردل وهتعملي له حمام مية علشان تسخنيه، لأن طبعا انت ما ينفعش تعرضي الزيوت دي لدرجة حرارة مباشرة. حلو؟ هتسخنيها في حمام مائي الزيت، وبعد كده هتنقعي فيها الورق بتاع الحنة، وانقعي فيها ورق السدر او اللي هو الورق اللي اسمه ورق موسى. تمام؟ ده موجود عند العطار على فكرة، زيه زي ورق اللورا اللي هو ورق الغار، يعني تقدري تقولي له بس هات 5 جنيه ورق موسى على طول بيديهولك. بتحطيه هو والحنة في زيت الخردل وتغطي، الزيت بيبقى دافي، هتغطي او تقفلي البرطمان اللي انت حاطه فيه الزيت ده وتسيبيه مثلا 8 ساعات 10 ساعات من بالليل للصبح براحتك. بعد كده بتصفي الزيت ده وتبداي تستخدميه كحمام زيت يوم ويوم. الطريقه دي حلوه جدا لانها بتقلل تساقط الشعر فعلا، وزيت الخردل اساسا مليان احماض امينيه واحماض معدنيه وفيتامينات بتقوي جدا 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 الشعرايه من البصيله بتاعتها، وبتحفز ان كمان يبقى فيه تنشيط سريع لنمو الشعر. ده بالنسبه للخلطه بتاعه التساقط. اللمعان بتاع الشعر بقى ده انا ما جربتوش، بس انا جايباه من صاحبتي كانت بتقولي انها بتخلط الحنه ببيضه كامله على بعضها وتحط عليها 3-4 معالق حسب بقى طول شعرها لبن رايب. لو انت ما عندكيش لبن رايب ممكن تحطي زبادي. هي بتقولي ان الخلطه دي بتبقى تحفه جدا جدا، بتخلي الشعر بيلمع بطريقه رهيبه، يعني على كلامها تقولي كده اللي هو ايه، النور بينعكس عليه من كتر ما الشعرايه بتلمع. فجربوها برضو، ولو حصل ان زي ما قلت لكم في ريحه هنغسل شعرنا بالخل. لو انت بقى زي مش عايزه الحنه، ممكن مش عايزه قصدي بياض البيضه واللبن، ممكن ان انت تستغني عنهم بان انت لما تنقعي تستعملي الحنه بتاعتك تعجنيها بالميه. بعد ما تعجنيها بالميه دافيه لما تيجي بقى تبرد وقبل ما تحطيها كده على راسك اهرسي فيها موزه. الموزه طبعا الموز عموما معروف ان هو فيه بوتاسيوم وفيه كالسيوم وفيه حاجات كتيره جدا مغذيات للشعر، هتبقى حلوه جدا جدا برضو بتعادل تأثير البيضة والزبادي لو انت مش عايزة تستخدميهم. هنيجي بقى طبعا في حاجات في وصفات تانية كتير، ان احنا بنحط زيت زيتون، ان احنا بنحط زيت جوز هند، حاجات تانية كتيرة يعني. وعموما انا بحب لما استخدم الحنة مع زيت جوز الهند ما احطش زيت جوز الهند، بحب قوي اخلط الحنة بمية جوز الهند، يعني مية جوز الهند نفسها هي اللي بدفيها وبنقع بيها الحنة وبخلطها بيها وببدأ استخدمها، فعلا بتبقى حلوة جدا. هنيجي بقى للالوان. لو احنا عايزين بقى نغير الالوان بتاعه الشعر، انا بحب في الالوان لونين، اللون الاحمر وبحب اللون اللي هو البني الغامق. اللون الاحمر ده انا بعمله بايه؟ بعمله بكركديه، ان انا بسخن كركديه وبستنى الميه بتاعته تنزل كده وتبقى لونها احمر داكن كده، وببدا اخلط بيها الحنه بتاعتي.
او بجيب اللي هو زي ما متعارف للبنات كلها دم الغزال من عند العطار برضو، احط حبه صغيرين كده عليها عشان اللون ما يضربش بوم يعني، وايه ونحطه برضو على الحنه، وبنحطها نحطها بقى على راسنا زي ما قلنا ساعتين 4 6. كل ما هتطولي الفتره اللي بيتحط فيها الحنه كل ما اللون هيبقى اغمق معاكي او هيحمر بزياده. طيب لو انت عايزه تعملي اللون اشقر، اللون الاشقر هتستعملي بودرة الكركم. بودرة الكركم هتخلطيها بالحنة وبعد كده تعجنيهم هما الاتنين بالمية، وتحطي بقى الزيوت اللي انت عايزاها عشان تطري الحنة. طيب لو انا عايزة اللون الكستنائي اللي هو بين الاصفر وبين البني، بتغلي اعشاب البابونج في مية، وتاخدي المية اللي لونها مصفر دي تروحي عاملة بيها الحنة، عجناها بيها وحطها على راسك. طيب لو انا عايزة اللون البني الغامق، البني الغامق غامق غامق، هتستعملي الكاكاو، بودرة الكاكاو الخام، وهتخلطيها مع الحنة وبعد كده تعجنيها بالمية وبالزيوت بتاعتك. وعلى فكرة الكاكاو منشط قوي جدا لفروة الراس، لو انت حطيتي الكاكاو مع ماسكات الشعر الطبيعية اللي بتعمليها رهيب رهيب. بس مش اي حد يعني بيركز في حتة ان هو يضيفه يعني كده. انا قلت لكم من الذاكره الالوان اللي انا فاكراها. هنيجي بقى كان في اللون اللي هو البني اللي هو ايه بقى، مش فاتح ومش غامق، ده انا بستخدمه بان انا بحط قهوه، بعمل كوبايه قهوه من غير سكر وبتبقى قهوه اللي هي البني المحوجه، اللي هي المحوج التقيل ده عشان الغامق، محوج غامق. هي دي بتروحي حاطه معلقه كده كبيره في شويه ميه وتغليها، تاخد غلوتين 3 كده لغايه لما تلاقي انت القهوه بتاعتك بقى لونها بني غامق. بتبداي تخلطيها بالحنه، بتعجني بيها الحنه. ولو انت عايزه اللون ده يبقى بني محمر، حطي نص قهوه ونص شاي، يعني تغلي شويه شاي وتغلي شويه قهوه، وهم دول اللي هتخلطي بيهم الحنه، وهم دول اللي انت هتبداي تعملي بيهم شعرك. وزي ما قلنا ساعتين 4 6 اللي انت عايزاه، بس المهم ما تطوليش قوي علشان الشعر ما ينشفش. دي كده كل المعلومات اللي عن الحنة. وفعلا استعمال الحنة حلو جدا جدا جدا، هيغنيكي عن اي فيتامينات تانية. عوضيها بالاكل، بالخضار، بالفاكهه. لو انت خايفه، الناس اللي بتخاف فعلا ان يحصل نمو للشعر في الجسم بطريقه مبالغ فيها مع وجود فيتامينات الشعر، وده فعلا بيحصل في معظم انواع الفيتامينات، لا خليكي في الحنه. واحنا اهو في الصيف هتقدري تستخدميها عادي جدا، ان انت تستعمليها مره واحده في الاسبوع، هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي ان شاء الله. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. مش عارفه بعد الغيبه الطويله دي اسلوبي اتغير ولا ايه، بس معلش واحده واحده كده هبقى معاكم. المهم ان انتوا اي واحده فيكم بتعمل الحنه بطريقه تانية غير اللي بقولها، يا ريت تكتب في التعليقات ونستفيد كلنا من بعض. واي حد بيضيف حاجات تانية للحنه علشان تعمل الوان تانية، يا ريت برضو تضيفوها لنا في الكومنتات. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه تانية.